السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أموت وأعرف على مدار تاريخ نادي الزمالك في الناحية الإدارية مين اللي بيفكر لكم؟ أقسم بالله هيجي لنا تخلف عقلي. آخرها موضوع سيف جعفر. يعني سيف جعفر واقف على النادي في الموسم 5 مليون 6 مليون حاجة زي كده. عندك أنس وائل وأحمد مجدي وأيمن أمير عبد العزيز ولعيب تاني كده مش فاكر اسمه إيه كده، 4 و5 ناشئين. لو قلت كل واحد بس هديك مليون في السنة هيقعد. يعني الثمن سيف كله سيف جعفر. طب هل سيف جعفر طبعا ابن كابتن فاروق جعفر والنجم الكبير وابن النادي والكلام ده كله هيتنازل عن مستحقاته عشان نادي الزمالك؟ هل سيف جعفر هيتنازل عن مستحقاته؟ طبعا لا. هياخد فلوسه كلها كامله، وخصوصا ما جالوش عرض. يعني الناس اللي مشيت، ايمن امير عبد العزيز في ثانيه راح الجيش، انس وائل في ثانيه راح الاتحاد. سيف جعفر لما مشي قعد 3 ايام مفيش نادي خالص. فنفسي اعرف مين عايز يجيب نادي الزمالك الارض، عايز يهده.